الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه لطائف وعبر مع أزكى السير نقف من خلالها وقفات مع صفحات مشرقات، فنقول وبالله التوفيق. الوقفة الأولى مع سيد الأولين والآخرين وإمام الرسل أجمعين، إنه رسول الله محمد بن عبد الله، أرسله الله رحمة للعالمين، فجمع به الكلمة ووحد به الأمة وأنقذ به البشرية، فكان الإمام العادل والمعلم المؤدب والزوج الخلوق والصاحب الصدوق، خلقه القرآن ودينه الإسلام والإيمان والإحسان، فاق الخلق خلقا وخلقا ومنزلة وقدرا، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب. إنه رسول الله، رباه ربه وزكاه وأعطاه فكفاه ورآه وحماه. سبحان من أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى بك الجمال فجل من سواك. سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك، أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى له الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله في القرآن قد زكاك. إنه رسول الله، له حظ من اسمه بديع، فهو محمد من الحمد، فكان محمودا في الأرض والسماء. أبوه عبد الله من العبودية، فكان أعبد الناس، وأمه آمنة من الأمن والأمان، وقد أمنه الله وعصمه وأمن بلده وحفظه. ومرضعته حليمة من الحلم، فكان أحلم الناس. حاضنته أم أيمن، بركة من البركة واليمن، فكان مباركا ميمونا. أما نسبه فخذه نظما، ولا تخش ظلما ولا هضما. آباء سيد الورى على رتب، هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف وقصي، ابن كلاب وقد كعب لؤي، وغالب وفهر ومالك، ونطرق الكنانة كذلك. خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. ولد في مكة وعاش في المدينة، كان يرعى الغنم ويمارس التجارة حتى جاءته البشارة، فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مسجلا. وإليك بعض شمائله وخلاله. محمد صلى الله عليه وسلم صابرا، لأن الله قال له: فاصبر صبرا جميلا. آذوه فصبر، شتموه فصبر، سبوه فصبر، طردوه فصبر، حتى أعزه الله وأعلاه ورفع ذكره وأسماه. محمد صلى الله عليه وسلم شاكرا، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا. محمد صلى الله عليه وسلم ذاكرا، كان يذكر الله في جميع أحيانه ويقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. محمد صلى الله عليه وسلم عادلا، كان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأنصفهم، وهو القائل: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. محمد صلى الله عليه وسلم شجاعا، كان أشجع الناس وأمضاهم وأجرأهم بالحق وأقواهم. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تراجع الفرسان يوم حنين وولوا الأدبار تقدم هو بنفسه نحو العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثقلك باسم. محمد صلى الله عليه وسلم جوادا، كان أجود الناس وأسخاهم وأكرمهم وأعطاهم. أعطى غنما بين جبلين، وما سئل شيئا قط فقال لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم رحيما، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وألطفهم معاملة وأحسنهم عشرة، يقبل الصبيان ويبكي شفقة على أمته من العذاب. محمد صلى الله عليه وسلم متواضعا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، يوقر الكبير ويرحم الصغير، يخدم أهله ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويكرم ضيفه، يسلم على الصبيان ويقبل الدعوة من أي كان. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع والصادق الأمين. فعيشوا على هديه وسيروا على دربه وموتوا على سنته، فقد رفع الله ذكره وأعلى قدره، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع